آه، اثر في حق نفسه، زعلت عليه لما مشي من النادي الاهلي، عنده موهبه اللعيبه كبيره. اللي ظلمت نفسها. طبعا، يعني بص كل واحد بيفكرها بدماغه. يعني مثلا في ناس تقول لك ايه، هو فكر الفلوس، انا معاك عرض مغري وكل حاجه من بيراميدز واكيد استفاد من وراه والا ما كانش خد الخطوه دي. لكن النادي الاهلي خسر حاجات كتير يا كابتن. الجماهير خسر على بطولات، خسر يعني رمضان النهارده بقى له قد ايه مشي من النادي الاهلي؟ 3 سنين حوالي أكتر او من سنتين. كده. ما خدش بطوله. انت النادي الاهلي لو اللي ماشي من قدام السور بياخد بيطلع بطوله. بكذا بطوله. فرمضان للفتره دي لو كان قاعد في النادي الاهلي كان زمانه خد له مثلا بتاع 15 بطوله في السنتين دول، صح ولا لا؟ الجماهير يا كابتن غير حب الجماهير خسر، بس هو في الاول وفي الاخر قراره. لكن الحريه طبعا في قراره. ايا كان هو لعيب كويس، عنده امكانيات هايله، ده مستقبل للكره المصريه. اتمنى اللي هو يحافظ على نفسه ويرجع للمنتخب. تراجع شويه عن اكيد طبعا. بص الجمهور عليه عامل. بيراميدز امكانيات ومتوفر لهم لبن عصفور وفلوس وكل حاجه، لكن الجمهور رقم واحد. بتلعب بارتياحيه غير لما بتلعب وعليك لود. في ظهرك تقدر طبعا، في ظهرك وبيديك قوه. ورمضان شوف اداؤه في بيراميدز عامل ازاي، وشوف اداؤه لما كان في النادي الاهلي. المنتخب يا كابتن مش المنتخب بره. انت من ساعه ما راح بيراميدز ما راحش المنتخب. بره المنتخب، سيبك من الفلوس، صح؟ وهو في النادي الاهلي كان نجم في المنتخب. عشان اداؤه ولا عشان الجمهور هو اللي بيديك الباور. انت هنا خلاص ريلاكس، بلعب بارتياحيه. ولا عشان في احمر وابيض في الاختيارات في المنتخب؟ لا بص، منتخب مصر بعيد عن الاحمر والابيض بيبقى فيه توازن، بيحاول يعمل توازن. لا انا مصلحتي في كل شيء، فمصلحه مصر في كل شيء لازم مدرب المنتخب ايا كان مصري او اجنبي. انت يا كابتن بعد الاعلاميين اللي الاعلاميين بيضغطوا دايما مع لعيبه الاهلي والزمالك، لكن مفيش اعلامي واقف في ظهر رمضان صبحي. بس عايز اقول لك على حاجه، كل الناس والنقاد كل الناس زعلانه على رمضان. ليه؟ بغض النظر هو بيلعب فين، لكن عشان امكانياته الناس كلها زعلانه اللي ده ما يبقاش في منتخب مصر، صح ولا لا؟ صح. ده مأثر في حق نفسه، فده لازم يبقى في منتخب مصر عشان امكانياته تؤهله. يعني في لعيبه تانية اقول لك لا ما يستحقش يلعب في منتخب مصر، لكن رمضان يلعب في منتخب مصر. شوف الصوره طيب يا كابتن اللي بعدها. كابتن رضا بقى كلمه لكابتن رضا. انا بحبه جدا، ده حبيبي انت بتحب الناس كلها يا كابتن. انا الحمد لله ماليش خصومه مع حد يعني. بس احنا عايزين نوصل تعليق للجماهير. انا بقول له اهدى شويه، بس الناس كلها طبعا في ناس كتيره زعلانه منه، لكن عايز اقول لهم اللي ده خلاص دي طريقه الكابتن رضا، وكابتن رضا ليه وجهه نظر، فهو من حقه اللي هو يقولها، اللي يزعل يزعل بس. لكن الكابتن رضا ده نجم كبير يعني، وانا بحبه جدا يعني. كابتن معتز هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. عاوز محمد، ومين اللي مع المستشار ان احنا اتكلمنا عليه او عرضنا صوره؟ ده فندم ازاي نبقى ببرنامج ونعرض صوره وحد يبلغه؟ ازاي يا استاذ محمد؟ هيعمل مداخله ازاي طيب؟ يعني ارجع احاول نستقبل مداخله؟ ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ومعانا اتصال هاتفي. الو، السلام عليكم، معايا المستشار. ايوه يا بيه، ازيك يا ابو لاسم؟ ازيك يا المستشار؟ ازيك يا اخ معتز؟ علي المستشار، ازي حضرتك؟ هو انا خذلتك فيا يا معتز؟ خذلتني؟ لا قول لي، لو موضوع عباس مصلات